اليوم اجازه، بكره ان شاء الله مباراه تحديد المركز الثالث ما بين المنتخب المغربي ومنتخب كرواتيا. كل الامنيات ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله يا رب. احنا سبق وتكلمنا وقلنا ان اللي صار يعتبر بمثابه الانجاز والتاريخ الكبير اللي سجلوه المغاربه في هذه البطوله، وشيء نفتخر فيه احنا كلنا حقيقه كعرب بما وصل اليه المنتخب المغربي وتحقيقه للوصول الى الدور نصف النهائي. طبعا اليوم من اول ما قعدت والواتساب عندي كله شغال على مقال منتشر في جروبات الواتساب عندنا تحت عنوان الاقصاء المبرمج، وهذا المقال منسوب لي انا حكم اني انا اللي كاتب هذا المقال فيما يخص خروج المنتخب المغربي. طبعا غير صحيح ابدا، انا ما كتبت هذا المقال، ولا يمكن في يوم من الايام اني يعني اروج لمثل هذه الافكار، لان كل الكلام اللي موجود في المقال كلام غير صحيح وشويه خرابيط موجوده في المقال. فاللي موجود في مقال اللي يوصله مقال الاقصاء المبرمج ومكتوب فيه اسمي فلا يصدق ابدا. مش انا اللي كاتب هذا المقال، لان المقال هذا منتشر في جروبات الواتساب خصوصا عندنا في السلطنه.